السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وفي احسن حال يا رب. الجبنة القريش بقى او الجبنة الفلاحي دلوقتي اسعارها عليت، كل حاجة اسعارها عليت، مش هنقول بقى كانت بكذا بقت بكذا خلاص. ودي القشطة الفلاحي اللي احنا بنشتريها بالكيلو سعرها سعر الزبدة الفلاحي بالظبط، اللي هي عدت ال200 جنيه بشويتين كده. فالحاجات دي ممكن نقدر نعملها في البيت بأقل حاجة ممكنة، بإمكانيات بسيطة جدا، مش محتاجة حاجات كتير ان انا اعملها. مش هطول عليكم، بس يلا مع بعض نشوف الجمال ده عملناه ازاي. هنبدأ بسم الله. أول حاجة لازم يكون عندي لبن فلاحي، ده لبن جاموسي مش بقري. لازم يكون فلاحي من مصدر موثوق منه جدا، اللي هو في البيت، يعني حد بيتي كده مش محل أو في محلات فعلا بتجيب لبن بيكون حلو جدا جدا. فده لازم يكون اللبن كامل الدسم من مصدر موثوق منه، لبن جميل وأنا عارفة إن هو مش مخلوط عليه أي حاجة. على البرام الفخار ده، انا عندي البرام الفخار دوت اللي هو بيجي من الصعيد كده، بيدهن عسل اسود من بره وجوه ويتحرق في الفرن. البرام دوت افضل حاجه ان انتي تعملي فيها او تعملي من خلالها اللبن الرايب، تعملي فيها اي حاجه. طيب ده بيجي بالطلب، بيجي منين؟ عشان اتسالت عليه قبل كده، كنت عامله فيديو قبل كده وسالت عليه. انا بصراحه اعرف حد وهو بيجيبه لي بالطلب. انتي ممكن تشوفي في منطقتك وتسالي عليه وتاخدي الصوره وتبحثي وتشوفيها، كل مكان بيختلف عن التاني. انا دفيته بس تدفيه بسيطه جدا في الفرن، وبعدها رحت حاطه فيه اللبن. انا عماله امسكه بايدي لان هو اصلا مش سخن، هو مجرد ان هو فاتر او دافي بس. مش عارفه توفري البرام دوت، موجود دلوقتي كمان عندي اهوت البرام العادي خالص اللي موجود في كل الاسواق دلوقتي. انا عملت بايدي كده ان هو شبر لان في منه احجام. فدوت اللي هو بيلمع من بره ومن جوه، هو مش صحي قوي بس هو برضو ممكن تجيبيه وتعملي فيه اللبن الرايب، او تعملي فيه طريقه للجبنه دي انت تروي فيه اللبن عشان نعمل بيه الجبنه دي، برضو هيديكي نفس النتيجه. بس بصراحه اللي هو البرام المطفي دوت بيبقى جميل في كل حاجه، وطعمه بيخلي طعم الحاجه احسن بكتير. بس مش متوفر خلاص. طب انا معرفتش اجيب البرام دوت او مش عاوزه اكلف نفسي واجيب، خلاص اي حله عندك في المطبخ هتنفع ان شاء الله وهتديكي نفس النتيجة. انا بس هنا بوريكم الفيديو ان ده كان كيلو لبن برضو مطلع قشطة جميلة ما شاء الله اهو. المهم ان اللبن يكون بخير ومن مكان موثوق منه. رجعنا بقى للبرام بتاع الاصل اللي كنت مروبة فيه اللبن دوت. لبن كان حوالي 2 كيلو ونص او 3 كيلو الا ربع كده. كنت حاطه فيه، دفيت البرام الاول بسيط جدا، كان ايدي مستحملاه وانا ماسكاه وبقول لكم في الاول. وسبته يا جماعه، لا تحطي منفعه ولا خل ولا ليمون ولا اي حاجه. انتي بتسيبيه بتغطيه وتلفي عليه فوطه، او تحطيه في فرن بوتاجاز بدون ما يكون ولا اي حاجه. بس المهم ان انتي تبعديه عن اي تيار هواء، وتبعديه طبعا عن السقعة، يعني تخليه في مكان دافي كده. هنا بقى بعد مرور 3 ايام، شايفين ما شاء الله انا عمالة اطلع وش اللبن معاكم اهو، عمالة اجيبه من هنا ومن هنا. بس معلش التصوير كان في الاول كانت ايدي الناحية دي وما كنتش واخدة بالي. لكن شايفين ما شاء الله كمية القشطة الفلاحي اللي بنجيبها بالكيلو طالعة جميلة ازاي. من 3 كيلو لبن، 3 الا ربع كمان. شايفين ما شاء الله عاملة ازاي، باينة حتى على الحروف بتاعة البرام اهي ان لسه فيه كمان قشطة اهي. هسيبها مع اللبن الرايب عشان تخلي الجبنة بتاعتي دسمة وتبقى بخيرها كده، وتلاقي ريحتها جايبة معاكي لآخر الدنيا على شوية القشطة البسيطة اللي سبناها على الحرف بتاع البرام ده. شايفين كمية القشطة؟ طبعا هقفل عليها وعينها بقى ديت على جنب، دي ليها قصة تانية. هنا اللبن الرايب ما شاء الله متماسك ومش سارد مية ولا أي حاجة، وهوريهولكوا دلوقتي. انا عندي الصواني دي جبتها، اي حاجة تجيبيها عندك، المهم عشان احط عليها الحصيرة دي. دي حصيرة الجبنة، مش غالية، موجودة في اسواق كتيرة جدا. مش عندك مفيش مشكلة، هتجيبي مصفى وهتحطي عليها شاشة عشان طبعا اللبن الرايب ما ينزلش من فتحات المصفى، وهتحطي فيها اللبن الرايب. هنا بقى انا حبيت اوريكم تقل اللبن الرايب عامل ازاي، فبحط بالمعلقة. شايفين؟ اولا يعني عشان برضو اعمل الجبنة كلها بحجم واحد. تاني حاجة عشان تشوفوا ما شاء الله اللبن قد ايه، او اللبن الرايب قد ايه متماسك ومفهوش مش سارد مية كتير ولا اي حاجة، بدون لا خل ولا منفعة ولا اي حاجة يا جماعة ولا ليمون. بلاش تفسدوا الوصفة، بلاش تفسدوا الطعم بالحاجات دي. اه الخل والليمون محتاجينهم في اللبن في حاجات تانية او جبن تانية مصنعة، لكن في القريش بالذات ما تحطيش عليها اي حاجة خالص، خليها بطبيعتها كده بتبقى اجمل بكتير جدا. كده خلصت الكمية، لازم بقى اقفل عليها طبعا الحصيرة دي. بس انا مش بقفلها قوي، انا بس بتنيها نصين كده واللبن في النص. وجبت بقى عندي، اتصرفي، جبت عندي شماعة وحطيتها، علقت فيها كده الحصيرة وعلقتها عندي في المطبخ علشان تصفي طبعا الشرش بتاعها دوت في قلب الصواني اللي انا حطاها. الشرش ده جميل جدا جدا يا جماعة، اوعي ترميه، ده له استخدامات رهيبة.
هنا كنت عاملاها بالليل، قمت الصبح لقيتها ما شاء الله اللهم بارك، خلاص بقت الجبنة ونزلت كل المية اللي فيها، طرية وماسكة نفسها وجميلة جدا. هتقولي ليلة كاملة؟ اه ليلة كاملة، لان اولا الكمية مش كتيرة، وطبعا حجم الجبنة كمان لو انتوا شايفينه برغم ان هو كبير كده لكن سمكه بسيط، لان هما مش لبن كتير، يعني هما حوالي 3 كيلو لبن. حطيت سنة ملح بسيطة جدا لان انا بحب اكل الجبنة ديت من غير ملح خالص. حطي الملح زي ما انت عايزة. هبدأ أقطعها، وأنا حبيت أمشي على الخطوط بتاعة الحصيرة اللي هي بالطول دي كده، ماشية معاها عشان تكون الخرطة جميلة واخدة الشكل ده. شايفين اللهم بارك وأنا بقطعها عاملة إزاي؟ لا سردت ولا عملت ولا السكينة طالعة فيها حاجة، دليل إنها متماسكة وجميلة جدا. ريحتها اللهم بارك، ريحتها فظيعة. متنسوش شوية القشطة الصغيرين اللي احنا سيبناهم دول، نقل الجبنة في حتة تانية خالص. انا هنا بقى بعد ما حطيتها وخلصتها وزنتها، عندي ميزان طلعت حوالي كيلو ونص ومية جرام، يعني كيلو 600 جرام تقريبا. ما شاء الله. شوفوا بقى الكيلو بكام وشوفي كل اللبن بكام، غير ان حاجه انت عاملاها في البيت. مش هقولك بقى مضمونه، بس انت عاملاها بايديكي بتفرحي بيها صدقيني، وريحتها بتبقى جميله وبتبقى حاجه تانية خالص غير اللي بتجيبيها. والقشطة اللي لما عملتها اللي طلعت منها لما وزنتها، طلعت حوالي 300 جرام. على فكرة دول اللي طالعين من البرام الفخار اللي هو المطفي، لكن اللي هو بيلمع دوت اللي كنت حاطة فيه كيلو الجبنة اللي قلت لكم عليه، طلعت منه شوية قشطة كده وكلناهم، وانا اكلت اللبن الرايب اصلا كده، وعملت بيه وصفة كيكة وخلاص على كده. شايفين الجمال ما شاء الله، والله الريحة يا جماعة تحفة. حاجة بقى عاملاها بايدك بتبقى حاجة تانية خالص. الشرش بقى والمية اللي هي اتصفت من الجبنة ديت كده من الحصيرة ديت اللهم بارك، خديها بقى حطيها. ممكن تشربيها كده لوحدها زي اللبن الرايب، بديل اللبن الرايب. ممكن تحطيها على سلطة الطحينة، ممكن تعملي بيها معجنات. ممكن بقى تعملي زي ان انا باخدها بغليها تاني، واروح حطاها ما تهدى شوية كده، بخزن فيها الجبنة القريش اللي عملتها دي، بحط عليها سنة ملح بسيطة جدا، وخزن فيها الجبنة القريش بتفضل طازة زي ما هي كده. اللهم بارك. شايفين الجمال؟ طعم وريحة روعة. ارجو ان انتوا تجربوا الوصفة عشان هي ان شاء الله هتعجبكم. ارجو بقى ان انتوا ما تنسوش اللايك والشير، واللي ما اشتركش عندي ينورني ويشترك عندي في القناة، والكومنتات الجميلة اللي بتسعدني دايما بيكم. يا رب دمتم يا رب دايما نعمة في حياتي، ودمتم دايما يا رب بألف خير. كل عام وأنتم دايما بألف خير.